السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا مكملين برضو في سلسله العربيتين مع بعض من نفس النوع ومن نفس الماركه بتاعه السنه. النهارده ان شاء الله معانا عربيتين كيا سيراتو، واحده موديل 2017 والثانيه موديل 2016. طبعا الشكلين مختلفين زي ما احنا كنا مصورين التوسان. العربيه اللي معانا دي فيها بصمه داخليه وفيها بصمه خارجيه، فيها كروز كنترول، دي تقريبا نفس المواصفات ولكن بتبقى ناقصه البصمه فقط. ولكن حابب كده ان انا اوريك العربيتين من الواجهه الاماميه. فانوس طبعا اختلف شويه، عندنا كمان هنا فانوس الشبوره نفس الكلام هنا ولكن مع اختلاف الشكل. بالمناسبه كمان العربيتين موجودين في معرض طريح، المعرض ده موجود على طريق شبين الكوم اوسنا بعد دخله الحميات مباشره. المعرض ده طبعا بيتميز ان هو الحالات اللي عنده بتكون فابريكا بالكامل، وكمان عنده اوبشن جميل قوي ان هو بيجيب عربيات معظمها بتكون خليجي، فدي حاجه كويسه. المواصفات الخليجي طبعا بتختلف عن المواصفات اللي موجوده عندنا هنا في مصر في حاجات كتير جدا، حتى لو هتلاقي سعرها نفس السعر تقريبا، لان في ناس بتجيب من بره عشان توفر شويه من الفلوس. انت ما تدورش على الاوبشن ده بس، لا انت كمان ركز على ان العربيه بتكون فيها مواصفات وتقفيل افضل من اللي موجوده عندنا هنا في مصر. مش حابب برضو ان انا اطول عليك قوي في الواجهه الاماميه، ولكن طبعا عندك هنا ليدات اماميه في العربيتين. طبعا الليدات زي ما قلت لك اهي في الوش بتاع العربيه، هنا في العربيتين الاثنين فيهم ليدات وبرده فيهم ليدات خلفيه، والفوانيس طبعا بتكون فيها اضاءه LED بالكامل وفيها عدسات كمان من الليزر. بالنسبه للعربيتين العربيه دي فيها سنسور بارك امامي. تعال ما نشوف بقى دلوقتي جنب العربيه مع بعض. لكن طبعا ما تنساش دعمك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه واشتراك في القناه لو انت ما اشتركتش معانا، عشان شرف كبير جدا ليا وانضمام حضرتك معانا في القناه. يلا بينا تعالى ما نشوف جنب العربيه كمان. بالنسبه للجنب بتاعها هنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله ما فيهاش ولا خربوش واحد ولا جرام واحد من البوهيه، ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بص العربيه كلها حاله ممتازه جدا. ادي الليدات الخلفيه كمان ايده، بس طبعا هنشوفها لما نرجع ورا. كمان هنا الميزه الملفته للعربيه دي او اللي انت بتبص عليها كاول حاجه في جنب العربيه، الجنوب بتاعتها المهيبره او التو تون، والكاوتش كمان بتاعها ما شاء الله حالته فوق الممتازه. الكاوتش النقشه بتاعته لسه جديده خالص، والانتاج بتاعه كمان 23، يعني هتاخد العربيه مش هتصرف كاوتش، مش هتصرف اي حاجه خالص عليها. العربيه كامله كل حاجه. كمان من المميزات اللي موجوده هنا في جنب العربيه عندك الاشارات اللي موجوده في المرايه، والمرايه طبعا بتكون ضم وضبط كهرباء جميل لان العربيه اعلى فئه. كمان عندك هنا في فتحه السقف زي ما احنا شايفين، وفي البصمه الخارجيه او الكليس انتري اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله جميل. عندنا كمان برضو هنا الاوكر بتكون من النيكل بالكامل، وهنا في حليه من النيكل راكبه على اسفل الزجاج كده من تحت. كمان عندك اللزق بتاع الفابريكا اهو موجود عندنا في الجنب بتاع العربيه وبرده من الناحيه الثانيه. وعندنا كمان هنا في العتبه برده موجود عندك الفليتو بتاع الفابريكا لسه راكب زي ما هو ما شاء الله. يعني ده بيدل على ان العتبه ما فيهاش حكات، ما فيهاش خبطات، ما فيهاش الكلام ده كله. فطبعا العربيه كانها خارجه من المصنع، باختلاف ان هي مشيت عدد كيلوات. عداد العربيه طبعا ماشيه 70,000 كيلو، فطبعا العداد بتاعها مش كبير. فتعالى بقى ما نشوف يلا الجنب بتاع العربيه الثانيه ال 2017. يلا بقى. طيب بالنسبه لجنب العربيه بقى ال 2017 طبعا زي ما انت شايف اول حاجه بتكون ملفته هنا الجنط بتاع العربيه ما شاء الله بيكون جنط من النيكل كروم، ولكن هنا لونه بيكون مختلف شويه مش زي النيكل كروم اللي بيكون معروف، لان العربيه دي خليجي فبيعملوا الوان كده معينه هي ممكن تكون مش ظاهره قوي معاك في الصوره، ولكن طبعا هنا على الحقيقه اللون بتاعها صراحه جميل جدا، اشيك من اللون الالومنيوم اللي احنا كنا متفرجين عليه دلوقتي في العربيه اللي جنبنا ال 2016. مش نفس الالومنيوم اللي هو مدي النيكل، لا ده مطفي شويه ولكن شكله ممتاز قوي. عندنا كمان هنا برضو الليد اللي موجود في المرايه، والمرايه كمان معمول عليها كسوه من اللون الاسود فشكلها ممتاز جدا. المرايه طبعا هنا بتكون برضو ضم وضبط كهرباء. عندك كمان في هنا الحليه النيكل اللي موجوده على العربيه هنا موجوده واخده المثلث ده كده وراجع معاك لنهايه الباب، يعني هنا حوالين الازاز كله. عندك طبعا هنا في النيكل اللي موجوده على الاوكر، ولكن العربيه دي ما بيكونش فيها بصمه زي ما احنا شايفين كده. على ما نشوف الظهور بتاعتهم بقى وبعد كده نشوف الانتيريور بتاع العربيتين، عشان صراحه العربيتين فيهم اوبشن جميل قوي من الداخل ما شاء الله يعني. فلما نوصل عندهم هفسر لك كل حاجه في وقتها ان شاء الله. يلا بينا. طيب هنشوف دلوقتي بقى الظهر بتاع العربيتين، وطبعا الليدات زي ما قلت لك ما شاء الله عندك العربيتين فيهم ليدات. هنا الليد طبعا بيكون شكل مختلف لان ده طبعا موديل وده موديل تاني. الموديل اللي معانا ده زي ما قلت لك ال 2017 هو بيكون بس شكل الليد مختلف، بيكون رفيع شويه جميل. هنا دي طبعا فيها سنسور بارك خلفي
والاكسدام بتاعها ما شاء الله زي ما انت شايف ما فيهوش غير تلقيطه بسيطه جدا موجوده هنا اهي، ممكن كمان انت ما تلاحظهاش، ولكن برضو احنا بنحب نقول التفاصيل البسيطه دي. ده بالنسبه للظهرين تقريبا بتوع العربيات. هنا طبعا مفيش كاميرات ولا اي حاجه لان العربيتين ما فيهمش شاشات، العربيتين بيكون كاسيت عادي. جميل. وهنا بالنسبه للشنطه بتاعه ال 2016 طبعا زي ما انت شايف، وهنا السبير بتاعها كمان بيكون سبير عادي جدا، مش اللي هو الجنط نفس نوع الجنط بتاع العربيه. ده بالنسبه لل 2016. بالنسبه لل 2017 بقى الشنطه بتاعتها طبعا ما شاء الله حوالي 470 لتر او حاجه زي كده. وعندك كمان الجنط بتاعها هنا بيكون جنط عادي ولكن بيكون عريض، مش نفس الجنط اللي بيكون موجود في العربيه ال 2016. هنا الجنط بيكون بنفس مقاس الفرده ولكن جنط حديد عادي. جميل. ده بالنسبه للعربيتين كده من الظهر بتاعهم. اعتقد ان احنا ما سيبناش اي حاجه خالص ما اتكلمناش عليها في الظهر بتاع العربيه. تعالى ما نمشي الكاميرا بقى على السقف بتاع العربيه وبعد كده نشوف الانتيريور بتاعها من جوه عامل ايه. يلا هنبدا بال 2016. زي ما انت شايف ما شاء الله فيها فتحه سقف، وعندك كمان السقف بتاعها ما فيهوش ولا خربوش. ال 2017 هنا ادي الكبوت بتاعها، وعندك السقف بتاعها ما شاء الله عليه حمايه باللون الاسود، فطبعا برضو ما فيهوش ولا تجاريح ولا اي حاجه. هنبدا بداخليه العربيه ال 2017. بسم الله. عندك هنا العربيه زي ما انت شايف الباب بتاعها، كمان عندك الفرش بتاعها من الداخل من القماش، ولكن ما شاء الله لون محترم جدا. في كمان هنا عندك مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. بالنسبه للصالون الامامي في نفس العربيه ال 2017 زي ما احنا شايفين التابلو تقريبا نفس ال 2016 برضو. العربيه فيها 2 ايرباج، واحد هنا وواحد عند السواق. هنا العربيه طبعا ما فيهاش شاشه، كاسيت عادي ولكن كاسيت فيه بلوتوث. وعندك التكييف البكر ما شاء الله والفتيس. العربيه كمان فيها هنا ادي الدرايف مود زي ما احنا شايفين ما شاء الله. عندك كمان هنا الطاره بتكون مالتي فانكشن بالكامل ما شاء الله. عندك كمان عداد العربيه 96,000 كيلو بالنسبه للعربيه ل 2017. العربيه زي ما انت شايف حالتها وحاله الفرش والصالون الداخلي ما شاء الله حاجه محترمه جدا. ربنا يبارك لصاحب النصيب. بالنسبه بقى ل 2016 هنا زي ما احنا شايفين العربيه هنا بتختلف ان هي فيها فرش جلد من الداخل ولكن راكب على الكسوه الاصليه ما شاء الله. عندك كمان هنا في مساند للراس، وعندك في مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. الفرش هنا راكب من الجلد، فرش محترم قوي. كمان عندك هنا في فتحات مكيف خلفي ما شاء الله حاجه محترمه جدا. هنشوف دلوقتي الصالون الامامي. هنا طبعا العربيه تختلف عن ال 2017 ان هي فيها بصمه خارجيه وفيها بصمه داخليه. بسم الله. عندك طبعا هنا العربيه برضو فيها مرايه ضم وضبط كهرباء. العربيه بتكون طبعا فرش من الجلد زي ما قلت لك. بالنسبه للعربيه من الداخل ما شاء الله زي ما احنا شايفين في عندك هنا الطاره بتكون مالتي فانكشن بالكامل. عندك هنا في بلوتوث موجود، في كروز كنترول. العربيه ماشيه 72,000 كيلو تقريبا. 2 ايرباج برضو، في ايرباج هنا وفي ايرباج عند السواق. العربيه كمان فيها شيفتات في الطاره زي ما انت شايف ما شاء الله. فيها كمان هنا الزرار بتاع فصل الحساسات، فيها برضو مخرج 12 فولت، وفيها اي او اكس ويو اس بي. والتكييف بتاعها كمان بيكون تكييف بكر ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. والعربيه كمان هنا فيها الاوامر الصوتيه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. بكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معانا النهارده عربيتين، عربيه 2016 وعربيه 2017، وفصلنا كل جزء فيها. انا معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.